عاش سكان بلدية القنادس ببشار فرحة كبيرة بعد فتح جزء من الساحة العمومية المتواجدة بمدخل المدينة أمام الأطفال والعائلات، بعد أن كان هذا المكان يعيش في حالة يرثى لها في سنوات مضت. أصبح اليوم متاحا للجميع. هذا الفضاء اللي رانا فيه الآن ربما قبل سنتين لو لاحظتوا وشفتوا كان مكان خالي، يعني فيه عدد شجيرات فقط. في هذا العامين ونصف تقريبا اللي فاتوا حاولنا أننا نخصص له اعتمادات. أولا بدينا بالسياج بالإحاطة، وثانيا الآن بدينا بالتهيئة نتاعو شيئا فشيئا إن شاء الله يتطورها. واليوم الجزء الأول من التهيئة أصبح الآن متاح للمواطنين تاعنا باش يجوا يستجموا فيه، والعائلات تقدر تجي تدخل وتستريح فيه. مكسب حقيقي وفضاء هام للعائلات البشرية الذين أعربوا عن سعادتهم واعتبروه المتنفس الوحيد الذي طال انتظاره، مطالبين السلطات المحلية باستكمال تهيئة الأجزاء المتبقية وبعث هذا المكسب. أولا شاكرا للسلطات المحلية على رأس السيد ولي ولاية بشار على فتح هذا الصرح. حقيقة هو متنزه أولا للعائلات وللأطفال، خصوصا أنه في ولاية بشار هي منطقة جنوبية أين تعاني من شح هذه الأماكن المخصصة للترفيه والتسلية وحتى المساحات الخضراء. ما عندنا احنا بحر وين نمشوا، ما عندنا الاخر هذه حاجة زينة للبز وين يلعبوا. الحمد لله كما نقولوا البلاد نتاعنا قد خصها بلاصه وين يريحوا، وحنا فرحنا بزاف لهذا المكان الجميل هذا. مشاريع تهيئة المساحات الخضراء أصبحت مطلبا ملحا لساكنة المنطقة، فعلى السلطات المحلية الإسراع بإنجازها.